تحية طيبة، سلام الله عليكم مدريديستا، ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة بفريقنا ريال مدريد. إذن أصدر ريال مدريد تقريره الطبي الرسمي بشأن لاعبه الفرنسي تشواميني الذي سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب 3 أسابيع بسبب إصابة عضلية في عضلة الساق الخلفية اليسرى. الإصابة تأتي بعد مباراة الفريق ضد ليفربول في دوري الأبطال، حيث أكدت الفحوصات أن تشواميني لن يكون قادرا على المشاركة في مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو يوم الأحد، كما سيغيب عن معسكر منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي مع احتمالية تواجده أمام أولمبياكوس في دوري الأبطال يوم 26 من نوفمبر في اليونان، لكن التوقيت الدقيق للعودة يعتمد على تعافي العضلة. تشواميني الذي يشغل دور المحور الدفاعي الأساسي في وسط الملعب ويعد الركيزة الأساسية للتوازن الدفاعي الذي يعتمد عليه تشابي ألونسو، غيابه يشكل ضربة كبيرة للتشكيلة، خاصة أنه كان قد بدأ في توزيع جهوده بشكل محسوب بعد المشاركة الجزئية في مباراة فالنسيا الأخيرة بسبب بطاقة صفراء. على الجانب الآخر، فيدريكو فالفيردي خضع أيضا للفحوصات بعد شعوره ببعض الانزعاجات في مباراة ليفربول، وأكدت الفحوصات أنه لا يعاني من أي إصابة، وبالتالي سيكون متاحا لمباراة رايو فايكانو رغم إمكانية منحه راحة جزئية حسب خطة الجهاز الفني. كما يستمر كل من كارفاخال، روديغير وماستانتون وألابا في متابعة مراحل التعافي من إصابتهم السابقة. أخبارنا اليوم إذا نبدأها من المصادر الموثوقة في فرنسا، ويبدو أن ريال مدريد قد حسم توجهه نحو دايو أوباميكانو ليكون أول تعزيز دفاعي كبير في صيف 2026 بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل، وفقا لما قالته صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية. الملف الدفاعي بات أولوية قصوى داخل النادي الملكي، خاصة مع اقتراب عقود أنطونيو روديغير ودافيد ألابا من نهايتها هذا الصيف في 2026، ومع الحاجة إلى عنصر قوي يملك الخبرة الأوروبية دون أن يكون متقدما في السن. أوباميكانو والبالغ من العمر 27 عاما يعتبر مثاليا لهذه المواصفات، خصوصا أنه سيكون متاحا مجانا في نهاية الموسم، ما يجعل الصفقة مغرية على المستويين الرياضي والاقتصادي. التقارير تشير إلى أن ريال مدريد قد حسم قراره رسميا بعد مراقبة اللاعب لفترة طويلة، وأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يرى فيه المدافع المناسب لعصر تشابي ألونسو، لا سيما أن المدرب الإسباني يعرفه جيدا منذ فترة وجودهما في البوندسليغا. كما أن أوباميكانو تجمعه علاقة جيدة بعدة لاعبين فرنسيين في صفوف ريال مدريد مثل تشواميني وكامافينغا ومبابي، ما يسهل عملية اندماجه في غرفة الملابس. في المقابل، فإن مواطنه إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول الذي تألق أمام ريال مدريد في أنفيلد كان حتى في وقت قريب الخيار الأول للنادي، غير أن أولويات الإدارة تغيرت في الأسابيع الأخيرة بعدما قرر ريال مدريد التركيز على صفقة أوباميكانو، والذي أبدى استعدادا واضحا للانتقال إلى البرنابيو. كوناتي الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو المقبل أيضا لا يزال محل اهتمام من أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، في حين يضغط هو شخصيا عبر وكيله للانضمام إلى ريال مدريد. لكن المصادر المقربة من النادي تؤكد أن الصفقة لم تعد في مقدمة الأولويات. الكرة الآن في ملعب أوباميكانو، إذ يملك عرض تجديد من بايرن ميونخ لم يوافق عليه بعد، بينما ينتظر ريال مدريد تطورات الموقف لحسم الصفقة رسميا. ومع تزايد المؤشرات الحالية، يبدو أن أوباميكانو يقترب بشدة من ارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل، في صفقة قد تعيد رسم ملامح دفاع الميرينغي لسنوات قادمة. وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يتردد بعد اللقاء في إجراء اتصالين هاتفيين مع لاعبين من الفريق. الاتصال الأول كان مع تيبو كورتوا الذي قدم أداء مذهلا حافظ به على بقاء الفريق في المباراة، حيث عبر له فلورنتينو بيريز عن امتنانه وشكره على مستواه الكبير وتضحياته بعد العودة من الإصابة. أما الاتصال الثاني فكان مع ألفارو كاريراس الظهير الأيسر الشاب الذي تألق في مواجهة محمد صلاح ونجح في الحد من خطورته إلى حد كبير. بيريز أشاد بما يقدمه اللاعب منذ بداية الموسم، وأكد له أن مستواه اللافت لم يمر مرور الكرام داخل النادي، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها من إدارة ريال مدريد. هذا ولم ينجو أحد من غضب تشابي ألونسو حتى نجوم الوسط الفرنسيين. المدرب الإسباني الذي عجز عن إيجاد حلول هجومية فعالة أمام ليفربول
ظهر غاضبا بشدة على خط التماس، وكان غاضبا على اثنين من لاعبيه تشواميني وإدواردو كامافينغا. ألونسو اعتبر أن الثنائي يتحملان جزءا كبيرا من المسؤولية عن هدف ليفربول بسبب ضعف التمركز وسوء التغطية في لحظة حاسمة. وعرف جينهاوسن عودة مؤلمة إلى أرض الواقع بعد بداية موسم قوية مع ريال مدريد، إذ تراجع مستواه بشكل واضح خلال الأسابيع الأخيرة، وظهر ذلك بوضوح في مباراة الفريق أمام ليفربول على ملعب أنفيلد. المدافع الإسباني الذي كلف النادي 59 مليون يورو كان قد ترك انطباعا ممتازا في مباريته الأولى بقميص ريال مدريد بفضل هدوئه في بناء اللعب وقدرته على كسر خطوط الضغط بتمريرات دقيقة، إضافة إلى تمركزه الجيد وقراءته الذكية للمساحات، ما جعله يبدو وكأنه القائد الجديد لدفاع الفريق، وهدية كبيرة بالنسبة لتشابي ألونسو الذي أعجب بشخصيته التكتيكية. لكن أمام المنافسين الكبار تغير المشهد تماما، ففي مواجهة ليفربول كان جينهاوسن بعيدا عن مستواه المعتاد، حيث ارتكب عدة أخطاء دفاعية فادحة وتمركز بشكل سيء وخسر أغلب التحاماته، كما فشل حتى في دقته المعهودة بالتمرير، منهيا المباراة ب14 تمريرة خاطئة، وهو رقم مرتفع تسبب في منح الخصم فرصا خطيرة. الصحافة المدريدية لم ترحمه، إذ عنونت صحيفة ماركا: جينهاوسن يجب أن يبدد الشكوك في المباريات الكبيرة، مشيرة إلى هشاشته في الصراعات الثنائية وتجنبه للاحتكاكات، كما انتقدت ما وصفته بنوع من اللامبالاة والثقة الزائدة التي ظهرت عليه. الصحيفة قارنت شخصيته الهادئة بطبيعة المدافعين التاريخيين لريال مدريد مثل سيرخيو راموس وبيبي وحتى روديغير، الذين تميزوا بالشراسة والعزيمة، وهي سمات يفتقدها الشاب الإسباني حاليا. في المقابل يظهر جينهاوسن مرتاحا في مبارية الدوري الإسباني حين لا يواجه ضغطا كبيرا، لكنه يعاني أمام مهاجمين من طراز عالي مثل لاعبي ليفربول أو حتى في الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث لم يكن مقنعا تماما، وكذلك في الديربي ضد أتلتيكو والذي عانى فيه بشدة. ورغم احتفاظه بثقة تشابي ألونسو حتى الآن، إلا أن مركزه بات تحت التهديد مع تألق إيدير ميليتاو واستعداد أنطونيو روديغير للعودة من الإصابة، إلى جانب وجود راول أسينسيو ودافيد ألابا كخيارات جاهزة في قلب الدفاع. وفي تقرير آخر تتزايد في الصحافة الإسبانية مؤشرات اقتراب فينيسيوس من الرحيل عن ريال مدريد، وسط أحاديث متصاعدة عن اهتمام أندية إنجليزية بخدماته واحتمال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل. اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما قدم أداء باهتا في الهزيمة الأخيرة أمام ليفربول، حيث منحه تقييم صحيفة ماركا 6 من 10، معتبرة أنه كان نشيطا في الشوط الأول لكنه واجه رقابة لصيقة في الثاني. أما صحيفة آس فكانت أكثر قسوة، ووصفت أداءه بأنه محاولات بلا فاعلية، حيث فشل في المراوغة والتسديد وصنع الخطورة. ورغم هذا التراجع الفني، فإن الحديث الأكبر في مدريد لا يدور حول مستواه بل حول مستقبله داخل النادي. الخلاف الذي وقع بينه وبين المدرب تشابي ألونسو خلال الكلاسيكو أمام برشلونة في أكتوبر الماضي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقة بين الطرفين. بعد تلك الحادثة نقل راديو ماركا أن النادي لم يغلق الباب أمام فكرة بيعه، بينما أكدت إذاعة لاكا ناصير أن ريال مدريد ما زال يرغب في تمديد عقده الحالي الذي يستمر حتى عام 2027. لكن تصريحات جديدة أعادت إشعال الجدل، إذ قال أرسن فينغير عبر بي إن سبورت أنه غير مقتنع بأن مستقبل فينيسيوس سيكون في ريال مدريد. أما برنامج شرينجيتو فأشار إلى أن استمرار اللاعب في الموسم القادم يبدو صعبا للغاية، وأنه مستعد للتخلي عن جزء من راتبه للرحيل، مضيفا أن عدة أندية إنجليزية أبدت اهتماما جادا بضمه. المصادر المقربة من اللاعب أكدت أنه يرى في البريمير ليج بيئة تناسب أسلوبه أكثر من إسبانيا، وأن بعض الأبواب بدأت تفتح فعلا أمامه هناك. ومع تزايد الخلافات داخل البيت الأبيض، يبدو أن ملف رحيل فيني قد يتحول إلى مجرد شائعة إلى قضية ساخنة في ميركاتو 2026، ما لم تتغير الأجواء بينه وبين تشابي ألونسو قريبا. في تقرير آخر، تشابي ألونسو يضع مهمتين أساسيتين أمام أردا جولر من أجل التطور والوصول إلى مستوى النجوم الكبار في خط الوسط. المدرب الإسباني ما زال يؤمن بموهبة اللاعب التركي، لكنه يرى أنه بحاجة لتحسين جانبين رئيسيين كي يفرض نفسه في المباريات الكبيرة، خصوصا عندما يواجه ريال مدريد منافسين من الطراز العالي. المهمة الأولى هي تطوير الجانب البدني.
ألونسو يعلم أن أردا ليس لاعبا سريعا بطبعه، لكنه يريد منه رفع لياقته وقدرته على اللعب بكثافة عالية لمدة أطول خلال اللقاءات الكبرى، وهو أمر سيتحسن مع الوقت والنضج. أما المهمة الثانية فهي سرعة التفكير والتصرف بالكرة. ألونسو يطلب منه تقليل عدد اللمسات والقرارات البطيئة في بناء اللعب، لمستان أفضل من 3 ولمسة واحدة أفضل من 3. الجهاز الفني يعمل معه بتركيز على هذا الجانب ليصبح أكثر حسما وتأثيرا في الثلث الأخير من الملعب. رغم هذه المطالب فإن أردا جولر يعيش فترة جيدة داخل الفريق، وسعيد بالدور الذي يمنحه إياها المدرب الذي يخطط لمنحه مزيدا من الدقائق، ويؤمن بأنه قادر على أن يصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. ألونسو يرى في أردا جولر خليفة محتمل لأساطير مثل كروس ومودريتش، إذ يريده أن يتحمل مسؤولية تنظيم إيقاع اللعب والسيطرة على وسط الميدان في المباريات الصعبة، خاصة بعد رحيل الثنائي التاريخي. في ريال مدريد الجميع مقتنع بأن أردا يسير على طريق أن يصبح أحد رموز النادي في المستقبل القريب. نأتي الآن لما يحدث داخل إدارة ريال مدريد. رئيس النادي فلورنتينو بيريز بدأ فعليا في وضع خطة واضحة لسوق الانتقالات الصيفية المقبل بعد الخسارة في أنفيلد. اضطر الإدارة أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات محددة في 4 نقاط أساسية لضمان استمرار المشروع الرياضي بقيادة تشابي ألونسو. أولا، تجديد عقد فينيسيوس. الملف الأكثر أهمية في مكاتب النادي هو تجديد عقد فينيسيوس الذي ينتهي في 2027. رغم الهدوء الظاهر، هناك رغبة متبادلة بين الطرفين في التمديد لضمان استمرار النجم البرازيلي كلاعب محوري في مشروع الفريق، ومع ذلك فإن مصير المفاوضات مع فيني قد يؤثر بشكل مباشر على قرار التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصا إذا قرر النادي تعديل هيكل الأجور أو توزيع الأدوار الهجومية مستقبلا. الملف الثاني هو التعاقد مع مهاجم قناص. يرى فلورنتينو بيريز أن الفريق بحاجة إلى مهاجم متخصص في إنهاء الفرص، لاعب يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء ويكمل المنظومة الهجومية التي يقودها مبابي. الإدارة تتابع عدة ملفات في هذا الجانب، وقرار فينيسيوس سيكون عاملا مؤثرا في تحديد هوية الصفقة المقبلة. الملف الثالث هو تعزيز خط وسط بلاعب مبدع. هناك اقتناعات داخل النادي بضرورة إضافة لاعب وسط قادر على صناعة اللعب والتحكم في الإيقاع، خاصة بعد رحيل توني كروس ومودريتش. الاسم الأبرز المطروح هو نيكو باز الذي يقدم أداء لافتا مع نادي كومو الإيطالي. الإدارة تفكر في استعادته في الصيف القادم، خصوصا أنه يجيد اللعب أيضا على الجناح الأيمن عند الحاجة. أما الملف الرابع هو تدعيم الدفاع بمدافع قوي بدنيا، حيث يفتقد الفريق إلى قلب دفاع يتميز بالقوة في الكرة الهوائية والالتحامات، وهي نقطة ضعف ظهرت بوضوح أمام الفرق الكبرى. ريال مدريد يعمل حاليا على صفقة أوباميكانو، والذي سينتهي عقده في يونيو المقبل، ما يجعل الصفقة ممكنة دون تكلفة انتقال. نأتي للحديث عن دوري الأبطال. وصلت مرحلة المجموعات لدوري الأبطال إلى منتصفها، حيث تتضح ملامح الفرق الإسبانية في المنافسة على التأهل إلى دور ثمن النهائي. ريال مدريد هو الفريق الإسباني الأفضل ترتيبا حتى الآن، بعد الخسارة الضئيلة أمام ليفربول يمتلك 9 نقاط من 4 مباريات، ما يضعه ضمن أفضل 8 فرق مع ميزة اللعب على أرضه في الإياب. مبارياته المتبقية تشمل مواجهة أولمبياكوس خارج ملعبه، واستضافة مانشستر سيتي في البرنابيو، إلى جانب مباراة موناكو، وختاما ضد بنفيكا في لشبونة. ريال مدريد مرشح قوي للتأهل مع احتمالية صعوبة مواجهة السيتي التي تعد اختبارا حقيقيا أيضا للفريق. ثم برشلونة الذي يأتي في المركز 11 بعد التعادل المفاجئ مع بروج، بات الوصول إلى أفضل 8 أكثر تعقيدا. الفريق يملك 7 نقاط من 4 مباريات. المباريات القادمة هي تشيلسي خارج الأرض، انتراخت فرانكفورت على ملعبه، ثم مواجهات أمام سلافيا براغ وكوبنهاغن. برشلونة يحتاج لتجنب أي خسارة لضمان التأهل، وما زال أمامه فرصة محسوبة للبقاء ضمن المنافسة. إلى جانب أتلتيكو مدريد الذي لا يزال في السباق رغم الخسائر أمام ليفربول وأرسنال، يحتل الآن المركز 17 ب6 نقاط. المباريات المتبقية تشمل مواجهة صعبة أمام إنتر ميلان، ثم بي اس في الهولندي، وزيارة لدورتموند، وختاما ضد بودو غليمت. أتلتيكو يحتاج لنتائج إيجابية وربما لتعثر بعض المنافسين لضمان تأهله إلى الدور القادم. أما أتلتيك بيلباو فيحتل المركز 27 ب3 نقاط. الفريق يواجه صعوبات لكنه لا يزال قادرا على المنافسة. المباريات القادمة ضد سلافيا براغ وأتلانتا، وختاما ضد سبورتينغ لشبونة في سان ماميس.
الفوز في المباريات الحاسمة يمنح الفريق فرصة للبقاء ضمن المنافسة مع دعم جماهيري كبير في المباريات النهائية. وختاما فياريال الذي يحتل المركز ال32 بنقطة واحدة، موقف صعب بعد تحقيق نقطة واحدة من 4 مباريات، تعادل مع يوفنتوس وخسائر أمام السيتي وتوتنهام. المباريات المتبقية ضد دورتموند وكوبنهاغن وآياكس، فرص الفريق للتأهل محدودة للغاية ويحتاج إلى أداء استثنائي في المباريات القادمة. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم مدريديستا على حسن المتابعة والصبر والاستماع، شكرا على كل التعليقات أيضا وكل الدعم للقناة. كان معكم سفيان من قناة المدريديستا سوبلانكوس، ألقاكم على خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.